الصلاة على سيدنا النبي، الصلاة على سيدنا النبي، الصلاة على سيدنا النبي. بصوا لما بنعمل يا رجالة، تفتح دي كده رجالة وبتسمي النبي. دي مرحلة تخليل الحي؟ دي مرحلة التمليح يا محمد. تمليح؟ ده بقى اللي احنا قلنا عليه في الفيديو بتاع شعبان اللي بياكل المكرونه بياكل ايه؟ كسر مكرونه هو ده البوري، دي العينه منه ماشي. ده هيبقى عليه عرض برضه ان شاء الله في العيد باذن الله تعالى يعني، والسعر هيبقى مفيد للناس كلها. يا محمد انت في اول مصنع فسيخ يا محمد في جمهوريه مصر العربيه. ازاي؟ انا وعدتك ان انا هخليك تشوف شغل فسيخ محدش عمله قبل كده ولا حاجه انت شفتها قبل كده، من اول المنشر اللي بتمشر عليه استلت زي ما انت شايف كده يا محمد، من اول الرخام اللي انت شايفه كده يا محمد، حتى الترابيزه اللي بتحط عليها الملح زي ما انت شايف كده استلت يا محمد. وعدتك اللي احنا الملح معالج عندنا، وعدتك بحاجات، وعدتك اللي عندنا ان شاء الله سمكه تعدي الكيلو زي ما انت شايف. طبعا احنا بنملح بطريقه حديثه جدا، السمك طازه زي ما انت شايف كده، لا جايب دم ولا جايب كلام من ده، بنملح سمك حي فريش، بنملح سمك حي فريش زي ما انت شايف كده. احنا بنملح السمك حي يا محمد زي ما انت شايف كده، بنملح السمك حي زي ما انت شايف كده. طبعا احنا بنختلف في كل حاجه، احنا حولنا الفسيخ من اكله ضاره بصحه الانسان لاكله مفيده بصحه الانسان. ازاي يا محمد؟ حضرتك الملح ده معالج، دخلنا اعشاب في الشغل اللي هو يفيد الانسان، بس انا مش هقدر اقول لك الاعشاب دي ايه عشان ده سر مهنه، مش هتشوفوا غير عندنا ان شاء الله. معاكم دكتوره نهى من مصنع الحاج احمد حسونه. اي مواد خام بيتم دخولها للمصنع مش بتدخل غير تحت الرقابه، وبتدخل من اول الملح والسمك واي مواد خام لازم بتدخل بفواتير بالعلامه المائيه وبتخضع تحت الرقابه. شغلنا كله خاضع للرقابه الصحيه تحت اشراف وزاره الصحه. ايه يا حبيبي؟ ايه يا حبيبي؟ ايه يا حماد؟ الصلاة على حضرة جمال سيدنا النبي. دي طريقة التمليح حاجة؟ دي الطريقة بقى الحديثة اللي أنا والحاج أحمد شغالين بيها. الأول في سر كده اتعمل في الملح، أعشاب وحاجات ديت برضو مش هنقولها أسرارها. ماشي، خلينا في المهم. المهم اللي احنا هنعمل مفاجآت في العيد ان شاء الله. ان شاء الله يوم 25 باذن الله، وده اللي انا وعدتكم بيه انا والحاج احمد حسونه. السمك اللي هو فريش نمره واحد، اللي واكل كسر مكرونه وواكل علف ايزو، وكل ده بالشهادات، وهتنزل برضو معاك ان شاء الله على النت ان شاء الله باذن الله. ده برميل ده معالج. تعالى كده محمد، بص على السمك كده وهو في البرميل نظافه. امال ايه؟ بالصلاة على حضرة جمال سيدنا النبي. طبعا النخشوش لازم ان السمكه تتنخشش بملحها، الصلاة على النبي، وتنزل في البرميل كده تترص. كل رصه اديني شويه ملح يا سيدي الناس، شويه ملح. اكل ملح هنا. يقعد ده حاجه في البرميل ده احنا بنملح النهارده بالصلاه على سيدنا النبي من يوم 10 رمضان. احنا النهارده يوم 10 رمضان. السمك ده يقعد يعني 20 يوم 20 يوم عادل ان شاء الله. عادل كده ومزاج. ده بياخد 20 يوم اقل حاجه. السمك الكبير ده هوت بياخد له 20 يوم في الملح. في سر في الملح طبعا. دي بقى بنحتفظ بيها انا والحاج احمد. بص بقى يا محمد، احنا والدكتور بص يا محمد، بص ده البرميل النهائي. اول مره في جمهوريه مصر العربيه برميل فسيخ مغلف زي ما انت شايف كده. ايه يا عم؟ معالج ضد البكتيريا. عندنا 3 انواع، حبتين في الكيلو، 3 في الكيلو، واحده في الكيلو، واحده كيلو ونص. اول حد يخش يصور في مصنع الفسيخ محمد الجمل. شغل حيتان. بالصلاة على حضرة جمال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حاجة كمان غير الحيتان. ايه؟ انتظرها يوم 25 رمضان. هتعمل ايه؟ اسعار ضرب نار. اسعار ضرب نار بأمر الله بفضل الله علينا ان شاء الله. اقل من سعر السوق ولا بسعر السوق؟ لا احنا هنشتغل اقل من سعر السوق بياما. ليه يا حاج؟ مزرعتنا سمكنا زي ما قلنا اللي واكل مكرونه. اللي واكل ايه؟ اللي واكل مكرونه يا حبيبي. الصلاة على سيدنا النبي. يا نور النبي. بص يابا، بص يابا، في حاجه استنى صلي على النبي عليه الصلاه، في حاجه قاعد نوصلها لك. احنا بنراعوا اللي فيه عيل صغير هياكل من عيالنا. كلام منهي. الرص لازم رص معين. طبعا. اي حاجه. لا يا معلم، خلف خلاف يا حبيبنا. كل واحده عارفه مكانها فين، كل سمكايه عارفه هي رايحه فين. ودي يا معلمنا. شايف دي؟ شايف دي؟ بس يا نور النبي، يا نور النبي، يا نور النبي. مانجا احنا فكهانيه. ايوه. عنواننا بقى في ايه؟ شارع عرابي قبل جامع التوبه ب 100 متر على ايدك اليمين. حسونه. وربنا يجعلنا من اهل اليمين. حسونه. سمك والله بسم الله ما شاء الله اقسم بالله.